معايا برج الدلو. أهلا بيك في قراءة تقرير شهر 6. هناخد قراءة عامة لشهر 6. عاطفية، مالية، صحية. نشوف الدلو. الفترة اللي فاتت كان مر بحياته بإيه. ما تنساش يا دلو تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد من قراءات الشهر. وتشترك في القناة، في قراءات هتنزل لشهر 6 كاملة. طيب هناخد بسم الله الرحمن الرحيم. كان عندك تعلق يا دلو. الفترة اللي فاتت كنت متعلق، لكنك قدرت تسيطر على التعلق ده وتخرج منه. عندك حاجة كانت مفرحاك الفترة اللي فاتت وقدرت تسيطر وتتمكن منها، حاجة تخص عيلة أسرة، لكنك لسه متعلق بيها. حاجة كنت بتبحث عليها يا دلو الفترة اللي فاتت. بسم الله. هناخد طاقة عامة شهر 6. يا دلو، كنت بتدور على حاجة الفترة اللي فاتت، حاجة تخص بيت أو مناسبة أو جواز ارتباط. كنت بتسعى ليها وكنت فرحان بيها. ما صدقت لقيتها يعني. وكنت بتستقبل اللي بيدخل لك وتتحكم في أمورك وبتتحكم في ذاتك وبتتحكم في نفسك. وكنت في حالة سيطرة في الأول على الموقف. آه، لكن لكنك يا دلو اتعلقت بالشيء ده قوي. عارف زي جوازة، يعني كنت في جوازة واتعلقت بيها، او في علاقة واتعلقت بيها، او كانت حاجة بتخص عيلتك او اهلك او بيتك واتعلقت جامد بيها. هي كانت حلوة وكانت ايجابية، مفيش منها مشكلة، بس انت لسه في حالة تعلق ليها. في حالة ان انت ايه، عارف اللي هو انت مرتبط بشيء مادي مش عايز تشيله من دماغك. ماسك في حاجة ومش عايز تشيلها من دماغك يا دلو. عامله لك هيدك قوي الفترة دي، عامله لك هيدك وهتعمل لك هيدك برضو اكتر الفترة الجاية. واخد قرارات، بتحاول ان انت، يعني القرارات مسيطرة عليك وعلى مشاعرك. القرارات اللي انت اخدها مسيطرة عليك وعلى مشاعرك، بتخليك مش بتفكر بمشاعرك، انت بتفكر بعقلك الفترة دي، تفكر قوي بعقلك. الحالة العاطفية في شهر 6 ان شاء الله الطاقة الجاية، في منكم هيدخل في علاقة جديدة يا دلو بعد تخلي عن علاقات قديمة، بعد تعلق بأشياء تخص العيلة والأسرة والفترات اللي فاتت من هدك من علاقات، ترك علاقات. آه كل من يعني اللي ترك علاقة، اللي ترك، اللي اتطلق، اللي حصل فيه أي حياة انفصال، في عنده بشارة حلوة بتقول إن في جايلك حب جديد يا دلو. حب جديد، رسالة جديدة من حد، رسالة حب من حد ممكن يكون بيفكر فيك، بيشوفك كل يوم، بيقابلك في عمل او في شغل او في اي مكان يعني بتروحوا كتير. في حد بيفكر فيك، في حد بيحاول يكلمك او يقرب منك يا دلو. في منكم زي ما قلنا هيكون في بدايات جديدة ليه، بداية حب، رسائل حب، اعجاب جديد. آه، حد بيفكر فيه، حد عايزه، هو مش مركز قوي معاه ده. في منكم عنده سفر، عنده يعني شير حاجة جديدة، اخد قرار بسفر او اخد قرار بتعليم حاجة جديدة، او اخد قرار بتغيير حاجة جديدة في حالته العاطفية يعني، او في حالته يعني هيسافر مع حبيب، هيسافر مع شريك. آه،
هيتعلم حاجة جديدة. المهم ان هو في قرارات شوية هتتاخد في الحالة العاطفية، يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر من بتفكر بقلبك. فاهمني؟ يعني انت كنت بتفكر بقلبك الفترات اللي فاتت، فانت اتعلمت درس ان التفكير بالقلب بس مش كفاية، فقررت ان انت تفكر بعقلك يا دلو. قررت ان انت تشغل دماغك اكتر، تبتدي بدايات جديدة تنفعك و... وتهتم بالجانب ده، لانك انت تعبت من انك تسيب نفسك لاي حاجة عاطفيا وفي الاخر ما بتستفادش كتير غير وجع دماغ. طيب في عاطفيا حد يا جماعة منكم عنده هدك، عنده تفكير في حد خانه، جرحه، ألمه الفترة اللي فاتت، لسه بيعاني منكم. ناس لسه بتعاني يا جماعة، لسه بتعاني من المشاكل العاطفية اللي حصلت لها الفترة اللي فاتت، لسه مش عارفة تنام، لسه بتفكر، لسه تعبانة، لسه نفسها تعرف أفكار كتير، حاسة بفراغ، حاسة بملل، حاسة إنها عايزة حبيبها تاني، حاسة إنها عايزة تعرف عنه معلومات تاني، عايزة تقرب منه تاني. في ناس لسه متعلقة بالماضي، مش عايزة تسيبه، ماسكة فيه، رغم إن هي ما كانتش مبسوطة في العلاقة، لكنها برضو عايزة تفضل في العلاقة، بتحب العلاقة دي، عايزة العلاقة دي، عايز حبيبه ده، على الأقل عايز يعرف أخباره، كلام عنه، يتكلم معاه، وحشه. يعني في ناس عايشة في ملل دلوقتي من برج الدلو، بيعانوا من الملل والفراغ الفظيع العاطفي، بيدوروا على بدايات وقاعدين محبطين، مش بيدوروا حتى، يعني هما مش بيدوروا حتى على بدايات ولا اي حاجة، هما قاعدين مكتئبين، ملانين، زهقانين، شايفين ان الدنيا خلاص والايام خلاص، هما زهقوا اصلا من الحب والعلاقات، وزهقوا من الغدر ومن التخلي ومن الخذلان، فقاعدين في حالة ملل وإحباط ومش عايزين حاجة خالص، لا عايزين حبيب ولا مش حبيب، لا عايزين يحبوا ولا عايزين يكرهوا، ملانين وعندهم اكتئاب. شق كبير منكم عنده اكتئاب ومكتئب، ملان من حالة فقد أمل في علاقة، فقد أمل في شريك، فقد أمل في حياة حلوة هو نفسه يعيشها. الدلو كان نفسه يعيش، الدلو عايز يتبسط، عايز امرأة الدلو بتحب من قلبها، بتعطي، عطاءة، عندها عاطفة قوية جدا، عندها روحانيات عالية جدا، عندها حدس عالي جدا، بس الخذلان، بس الشريك اللي مش مقدر ده. طيب هناخد الصحة، طاقة الصحة، قصدي طاقة المال. هناخد طاقة المال يا جماعة، طاقة المال الأول في شهر 6. يا ترى يا دلو أحوالك المادية ايه في شهر 6 يا دلو؟ بتسيب مشروع يا دلو، تسيب حاجة كنت شغال عليها بس انت حسيت ان انت مش لاقي نفسك فيها، بتحافظ يا دلو على، يعني في منكم بيحافظ على اللي وصل له، هنقول فئة، في منكم بيحافظ على حاجة وصل لها، مبسوط راضي عن اللي هو السعي اللي سعاه، وبيقول ان هو كده تمام وكويس، سواء كان في شغل او سفر او مشروع او تعليم، المهم انها حالة تخص العمل والمادة. في الحالة المالية في اللي عمل ومبسوط جدا ومحافظ عليه، وفي اللي نهى خالص، كان في مشروع شغال عليه وخلاص شايف ان مفيش منه نتيجة، وحابب ان هو ينهي المرحلة دي ويبتدي مرحلة جديدة. وفي الحالة مزدهرة عنده جدا، بحابب جدا اللي هو بيعمله، متألق جدا، جايله فلوس كتير جدا، جايله فلوس، جايله مناسبات هيصرف فيها فلوس برضو، جايله مال، طاقة المال حلوة جدا جدا عنده. هو عامة طاقة المال عندكم كلكم حلوة. في اللي عنده طاقة مال حلوة جايله، بس معاها وجع دماغ، معاها مشاكل شوية بسيطة، بس هتتحل لأنه قوي جدا وهيقدر يحل الموضوع. طاقة المال بصفة عامة هي كويسة،
في اللي هيبتدي وهيعمل من جديد، وفي اللي بيحافظ، وفي اللي جايله فلوس كانت مستحقات، بيع أرض، في هدايا، في حالة مادية حلوة، في مكافآت، في يعني في حركة انتعاش مالي، في بينهي مشروع ما كانش عاجبه ولا حبه، بيبتدي حاجة جديدة كان شغال عليها الفترة اللي فاتت وخلاص هيبتديها الفترة دي. طيب هناخد الصحة. الصحة يا دلو. صحة كويسة وجميلة يا دلو. واو، حلو الصحة يا دلو، حلو الصحة، حلو الصحة. منتعش، منتعش يا دلو. صحتك كويسة وجاية على الصيف، وجاية على شهر 6. في انتعاش، في حالة انتعاش. في منكم هيكون نشط، نشيط جدا، نشيط وسعيد. عندك مناسبات كده هتفرحك وهتخلي صحتك في العالي. هتجيب لك يعني، هتتقابل ناس، نفسيتك هتتظبط فصحتك هتتظبط. عندك تألق وصحة جميلة وصحتك بتتأثر بالحالة النفسية اللي انت فيها يا جد، يا قصدي يا دلو. ف صحة جميلة وحالة الصحة حلوة جدا. في منكم ناس هتكتشف حمل في شهر 6. اللي لسه متجوزين جديد يا جماعة، اللي اتجوزوا الفترة اللي فاتت، في اكتشاف لحمل كتير الفترة اللي جاية لمواليد الدم. في ناس هتحمل كتير، في ناس هترتبط ويعني هتكون ارتبطت من فترة وهيحصل لها تكتشف الحمل اللي كل اللي بينتظر حمل عامة وبيسمعني يبقى ان شاء الله هيكون حامل بإذن الله وربنا يكرمه بإذن الله. طيب احنا بناخد رسالة كده للدلو، هناخد رسالة فيها آية أو حديث، بتبقى رسالة من ربنا يا دلو، بناخدها ليك بشرى شهر 6. اللهم اختار لي ما تراه خير لي. الرسالة بتقولك يا دلو، ربنا بيبشرك وانت تدعي الدعاء ده: اللهم اختار لي ما تراه خير لي. خد البشرة دي، فكر فيها ورددها، وردد هذا الدعاء، وان شاء الله يكون بشارة خير ليك يا دلو في شهر 6، وتجليات لحاجات حلوة كتير انت اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت، سواء كنت منتظرها او هتجيلك هدية من ربنا. اللهم اختار لي ما تراه خير لي. سيب، فوض امرك الى الله يا دلو، سيب ربنا يختار معاك، يعني فوض امرك الى ربنا وربنا يختار لك يا رب اللي فيه خير ليك. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة يا دلو علشان خاطر يجيلك كل قراياتنا اللي جاية، القرايات اللي نازلة جديد في شهر 6. شكرا، شرفتني.